السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ ساسي. ان شاء الله النهارده هنعمل بيتزا بدون فرن، بدون خميره، على الطاسه بالتونه. يلا نشوف الطريقه. لو عايزه تشتركي في قناتي اكتبي في البحث فوق مطبخ ساسي، اضغطي انتر، هيدخلك على القناه، هيظهر لك كلمه اشتراك، اضغطي عليها، فعلي الجرس، وبعدين حفظ عشان يوصلك كل جديد بنزله. بسم الله. المكونات معايا: كوباية دقيق واحدة كل الأغراض، أي نوع دقيق عادي، معلقة صغيرة سكر، ربع معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة بيكربونات صوديوم اللي هي البيكربونات، ولازم نحطها لأن هي اللي بترفع العجينة مع البيكنج باودر، لأن مفيش خميرة. نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة سمنة أو معلقة كبيرة زيت أو زبدة، هلم المكونات. مش محتاجة عجن، انتي بس تلمي المقادير، يعني تلمي العجينة قصدي، ما تعجنيهاش. هضيف مية، لو عندك حليب او زبادي زي ما تحبي ضيفي. تبقى العجينة طرية، ما تكونش ناشفة وقاسية، عشان البيتزا تطلع معانا طرية وتبقى هشة زي العيش الفينو. هنفردها على طول من غير تخمير، من غير اي حاجة. رشة دقيق كده، بسم الله. ممكن تسيبيها ترتاح بس 5 دقايق لحد ما تقطعي الخضار والحاجه تكون، عشان العجينه ترتاح تفرديها بسهوله. تمام. لكن انا عندي اصلا خضار وحاجات متقطعه من امبارح فايضه يعني، فقلت اعمل بيها البيتزايه دي، فعشان كده لازم افردها. مش هينفع استنى لان ما عنديش خضار اقطعه يعني. تبقى بالسم كده اهو، تبقاش رفيعه قوي عشان ما تنشفش منك على البوتاجاز. حطيتها في الطاسه، ومعايا صلصه عاديه، حط لها شويه ملح وفلفل اسود وفص ثوم مفروم. انا بحب احط فيها فص ثوم، بتدي طعم حلو. او كاتشب، لو ما عندكيش صلصه حطي طبقه كاتشب، اللي موجود عندك اشتغلي بيه. رشه زعتر لو ما بتحبيهوش او ما عندكيش استغني عنه. انا كنت حطيت رشه زعتر في العجينه، بس بحبه انا على البيتزا، قلت احط على الوش احسن. جبنه موتزاريلا، مسكت في بعضها مش عارفه ليه كل مره تمسك في بعضها. لو عندك جبنه شيدر ضيفي جبنه شيدر. معايا تونه قطع، بسم الله. انا ايدي نضيفه يا جماعه على فكره، عشان بس الناس اللي تقعد تقول ماسكه بايدك، انا مش هعرف احطها غير بايدي. اهم حاجه الحشو يكون مستوي، لازم الحشو يكون مستوي. طبعا التونه اصلا يعني مش محتاجه انها تستوي، لكن لو عامله فراخ لازم الفراخ تكوني مسوياها الاول سوا كامل، او لحمه. اضيف فلفل، لو تحبي تاخدي الفلفل على النار تطريه شويه زي ما تحبي، بس بيبقى طعمه حلو قوي كده وما بحسش ان هو مش مستوي ولا حاجه. طماطم، لو تحبي تقطعي بصل قطع صغيره قوي وتضيفيه يبقى حلو قوي برضه. اضيف موتزاريلا تاني كده، زيتون، حطيت البيتزا على عين البوتاجاز الصغيرة ومهدية النار لفوق، يعني لفوق اكنك خلاص هتقفلي الشعلة، تبقى يدوب النار باينة، تبقى ضعيفة جدا عشان البيتزاية ما تتلسعش منك وفي نفس الوقت تنشف وما تستويش.
هسيبها لحد ما وهغطيها، طبعا لازم تغطيها، وهسيبها لحد ما تاخد الجبنه تسيح. خلاص الجبنه ساحت، وتقدري ترفعيها من تحت شويه وتشوفيها، لما تلاقيها خدت اللون اللي هو الذهبي خلاص تبقى هي كده استوت. بسم الله. اهي يا جماعه من جوه اهي طريه جدا اهي. في اخر الفيديو عايزه اقول شويه ملاحظات وارد على اسئله كانت جات على الفيديو اللي انا عملته قبل كده، برضو كان بيتزا بدون فرن بنفس الطريقه بس عملتها بالفراخ. البيتزاية انا بكتب ان هي مثلا في 5 دقايق او في 10 دقايق، ده المقصود منه ان البيتزاية ما بتاخدش وقت. ففي ناس بتقعد بتشوف مدة الفيديو يقولك ده الفيديو ده 10 دقايق ازاي هي عاملة يعني مدة الفيديو انا طبعا في الفيديو بشرح وبتكلم، لكن لو انت بتعملي الوصفة ما بتقفيش تشرحي وتتكلمي، ميبقاش يعني تبقى معاكي اسرع من ما انا بشتغل. تاني حاجة البيتزا بدون خميرة، لان الخميره هي عندنا في مصر الخميره اللي هي احنا بنحطها في اللي هي سواء الخميره الجافه او الخميره البلدي، دي احنا ما بتستخدميها في اي مخبوزات، لازم بتسيبي العجينه تخمر ساعه او 2 او 3. فهنا في البيتزايه دي احنا بنستبدل الخميره دي بالبيكنج باودر وبالبيكربونات صوديوم. ففي دول عربيه يعني في المغرب وكده بيقولوا على الخميره العاديه بيقولوا على البيكنج باودر خميره كيميائيه. طبعا كل واحد بيبقى ليه مصطلحاته، فانت في ناس بيدخلوا يكتبوا لي ازاي من غير خميره وانت حاطه خميره كيميائيه. فيا جماعه انا اقصد من غير خميره لان هي ده اسمه بيكنج باودر، وبدون خميره معناها ان هي مش هتقعد تخمر ومش هتاخد وقت. تالت نقطة، أنا في الفيديو ده حطيت البيتزاية على طول في الطاسة وحطيت فوقها المكونات. في الفيديو اللي أنا عملته قبل كده إن شاء الله هحطه لكم على الشاشة اللي بالفراخ. الأول أخدت البيتزاية حطيتها الأول على الطاسة، سويتها من تحت أخدت اللون الذهبي، وبعدين قلبتها وحطيت الحشو على الوش اللي هو الذهبي. انت حبي تعملي كده اعملي كده، واقدري ارجعي للفيديو اللي انا عملته قبل كده. رابع حاجة الفيديو اللي فات كان فيه تعليقات تقولوا البيتزا طلعت وحشة جدا، طلعت حادقة وعاملة زي الكيك. طلعت حادقة معاكي يبقى انت ما التزمتيش بالمقادير. لازم تحطي بالظبط نسبة البيكربونات الصوديوم بالذات اللي انا قلت عليها، تحطيها زي ما قلت، ما تزوديش من عندك، هتزودي هتبقى حادقة جدا مش هتقدري تاكليها. اتمنى البيتزا تكون عجبتكم النهارده، مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي. وان شاء الله المقادير هتلاقيها موجودة تحت الفيديو في صندوق الوصف. صندوق الوصف قدامنا على الشاشة موجود في الجنب مثلث، المثلث ده تضغطي عليه هيفتح لك صندوق الوصف. زي ما احنا شايفين هتلاقي مكتوب اضغط هنا لمشاهدة المقادير، اضغطي على اللينك اللي لونه ازرق هيدخلك على البلوجر اللي موجود قدامنا دلوقتي. البلوجر هتلاقي موجود فيه المقادير كتابة والشرح كمان بالصور وبالتفاصيل.